مرحبا مرحبا. مشاعر الفرح في سوريا لكثير من الناس اللي كانت تنقل عبر السوشيال ميديا، اللي كانت تنقل عبر التلفزيون، كيف كنت تراقبها؟ كيف كنت تشوفها باسم يخور؟ بأي عين كنت تنظر إليها؟ من عيني اليمين قبل عين الشمال. لا استاذ، هلا بحفظ المقطع الثاني وبسمعه قدامكم. يلا. أنا كنت في الصحراء عم صور مسلسل ولك جايين جماعة التلفزيون يصوروا عندي، ولم أكن على تواصل مع أي وسيلة إعلام. أنا شفت بعدين. ناقصني موهبتك بالتجليط والكش، ولك العبها بعيونك بتجلط كل جلطة بتبكي الحاجة. الحقيقة كانت عندي مشاعر متخبطة ومختلفة ومتنوعة. يا حرام شو حساس. وما كنت متأكد من شو بدي حس، بس كنت حاسس بالخوف الشديد. العبها بعيونك، العبها بعيونك، العبها بعيونك، العبها بعيونك. أهرب الرعبتني إياها. كنت حاسس بالقلق، كنت حاسس بالانزعاج الشديد. بدك تفقعيني انت، بدك تجننيني. كرهان حالي، كرهان حالي. وكنت عم اقول نحن رايحين على المجهول، نحن رايحين على المجهول. لك شبك ولك جودة، كأنك مانك مبسوط. ما كأني، والحشا ماني مبسوط. اللي خلاني اقول الشر الذي تعرفه اهون وافضل بكثير من الشر الذي لا تعرفه. انا هاي دائما كانت وجهة نظري. لا ولا ليك ما اشطروا ليه؟ لانه انا اليوم لن ادخل يعني لن ادخل في حاله من الجدل ايضا. ما لقيناكم من منا في المخفى. غير هيك أنا لست سياسي، وعندما تكلمت بالسياسة في كثير من المرات دفعت ثمن باهظ. خلينا بعد ما نموت الناس تترحم علينا، ما تقول الله يغمق له. يقال دائما بأن باسم يخور استخدم علاقته بماهر الأسد كعصا في الأعمال الفنية، في التعامل مع الفنانين. كذابين كلهم، كذابين. عم يقولوا لي هالحكي مشان يشاكروني، مشان يحرقوا لي دمي. أو يا سيدي حتى مو بشو أنا عامل معهم، بشو أنا كيف كنت أتعامل بشكل عام مع زملائنا بالمهنة. أنا ما في حدا بيخاف مني بالمهنة. كله بيخاف منك، كله بيهابك، بس لما تكشر له عنابك. مع السلامة، مع السلامة يا حمامة. يا مرحبا بزوارنا يوم الأسبوع جارنا. مع السلامة.